يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. امبارح بعد ما رجعنا من المصيف اللي كان في البيت قعدت مع نفسي الساعة دي هربت منها من العيال. خلاص بقى فسحتهم واتبسطوا وخلصنا اليوم، اكلوا وشربوا ولعبوا. ابتدي بقى اقعد مع نفسي. هربت مع نفسي، قعدت ساعة بحالها. حاولي تقعدي ولو وقت بسيط كده مع نفسك، يعني وانتي حتى بتعملي اشغال البيت. طبعا بنذكر ربنا كتير، بس برضو الساعة اللي هي بتقعديها كده باسترخاء كده مع مصحفك ومع سبحتك برضو ليها وضع تاني. ان انتي تقعدي تقري قرآنك كده وتقعدي تفصلي اليوم وتقعدي تدعي ربنا وتقعدي تشكيله وتقعدي تحكيله. كل ده بيخليكي تقومي تكملي بقية يومك. زي ما احنا بنخرج وناكل ونشرب وشايفين يومنا كامل وبنشتغل، طب اقعد كمان ساعة مع نفسي. الساعة دي بتفصل خلال اليوم فعلا. هنا قعدت قريت القرآن وطلعت سبحتي الفضة. احب ان انا اسبح عليها، ما احبش ان انا اسبح على اي سبحة تانية. انا بعتز بسبحتي الفضة دي. طبعا العيال اللي انا هربانة منهم هم قاعدين اصلا معايا. ههرب فين؟ هروح فين؟ احنا مع بعض يعني. بس يلا ادينا برضو يشوفوكي وانت بتصلي ويشوفوكي انت بتدعي برضو ان هم يعملوا زيك. مفيش مانع برضو ان انت يكون جنبك حاجة حلوة او كوباية مية حتى، او اي حاجة ان انت برضو تاكليها وانت قاعدة وانت بتسبحي، لان طبعا في الجو الحر ده واثناء الساعة دي برضو ان انت تبقي عطشانة ولا حاجة. انا عندي هنا كمان مية زمزم. مية زمزم دي ما بستغناش عنها، بطلعها وانا قاعدة كل يوم الساعة بتاعتي دي اطلع لي اشرب منها، اشرب كوباية طبعا منها وادعي باللي انا نفسي فيه، وادعي لهداية العيال ربنا يهديهم ويهدي عيالنا جميعا. برضو ما فيش مانع ان انا حاطه جنبي عنب، حاطه جنبي حاجة حلوة اهو. احنا بنسبح برضو، يعني في الجو الحر ده لازم يكون جنبك حاجة ان انت يعني علشان تضيع حرارة اليوم بس. طبعا النضارة، السبحة، كل الحاجات دي بتبقى ملازمة ليا. انا قاعدة عاملة لي ركنة صغيرة كده في الأوضة، عاملاها جنب السرير بالظبط كده، ركنة صغنونة لان السرير مقارب للشباك وقاعدة على الارض، فقاعدة مستمتعة بالمكان ده ومني بقى للسما. دايما بنقول ان الدعوة مستجابة في اي مكان، اذا كنا بقى في بيتنا او رحنا عمرة او احنا بنصلي، الدعوة مستجابة في كل مكان. اعملي لك ركنة صغيرة كده، ادعي وصلي وسبحي، ربنا يتقبل دايما كل خير بتعمليه. مية زمزم ما استغناش عنها ابدا. هتقولوا ان هي ما بتخلص، صدقوني دي فعلا مية زمزم. دايما لما حد برضو بيسافر بيجيب لي منها، فعلى طول عندي تقريبا كده اخلص واحدة حد يجيب لي كمان واحدة، فتقريبا معايا على طول باستمرار. مهما كانت مساحة شقتك اعملي لك ركن ولو صغير. هو الركن قد ايه يعني؟ قد حجم المصلية مثلا كده، تقعدي فيه وتستمتعي الساعة دي. فعلا هتقومي ان انتي فصلتي. نسيب بقى موبايلاتنا بقى ونسيب التلفزيون ونسيب الحاجات دي كلها، هتقعدي ولو وقت اللي هو يعني اللي هو بنقول عليه كده بنشحن طاقة. هو ده اللي يخلينا نقوم نكمل بقية يومنا. وغير كده ان احنا برضو بنحفظ، ربنا يحفظ عيالنا بكل اللي احنا بنعمله. وطبعا فاكرين اول الفيديو لما قلتلكوا ان انا بمثل من العيال وبقعد لوحدي؟ اكيد لا، هم قاعدين معايا برضو، بس يلا هم برضو يقعدوا يشوفوا كنت بتصلي يقوموا يصلوا، وبتقري قرآن يقوموا يقروا قرآن، هم يتعلموا برضو. قاعدة تلعب جنبي اهي وعمالة تتسلى، وانا طبعا يعني شوية كده فصلت ولعبت معاها. المهم بعد القعدة دي كلها لميت كل حاجة وشلتها في مكانها، وحبيت ان انا بس يعني لو كل واحد يعمله ركن صغير كده في البيت هتبقى الدنيا تمام. البطيخة دي طبعا ما استغناش عنها ابدا، دي في كل حاجة معايا. دي طبعا لو تفتكروا ان البطيخة دي هي اللي كنت بحط فيها قلمة الروج بتاعتي، وهي قلمة الروج دي كلها اصلا هي نوع واحد. قبل ما اقوم طبعا هتلاقوا في اخر الفيديو ان انا خدت البطيخه دي رجعتها مكانها وحطيت فيها قلمة الروج وحطيتها على السباحه وشلت كل حاجتي، بحيث ان انا لما ارجع الاقيها. وطبعا ما ينفعش ان انا اسيب المصحف او السبحه بتاعتي كده في نفس المكان، لا كل ما اجي اقعد بجيبهم واقعد بيهم.
وطبعا فعلا الساعة دي بتفصل وتخليك ان انت تقدري تكملي يومك. ويلا قومي بقى اقعدي كده شوية مع نفسك، اذا كنت الفجر او الصبح او الظهر او اي وقت، في كل وقت الدعوة مستجابة، وفي كل وقت احنا محتاجين. ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.